السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين أبنائي الأعزاء. عاملين إيه النهاردة؟ عندنا درس جديد إزاي تجيب المسافة ما بين النقاط اللي موجودة على المستوى الإحداثي. عشان كده أنا جهزت المستوى الإحداثي عشان نشتغل على طول. بيقول النقطة إيه؟ هي 1 و3. اتفقنا برضو نفس المبدأ، بنبتدي من الخط اللي نايم، يبقى 1 و3 موجب، يبقى أطلع لفوق وأسمي النقطة دي إيه؟ نقطة بي -2 و3، -2 أهي، ونطلع لحد فوق وأدي النقطة بي. النقطة سي -2 و3، -2 اهي، وهنزل تحت لحد -3 وهسميها سي. النقطة دي 1 و3، 1 موجب، وهنزل لحد -3 واسميها النقطة دي. طيب يبتدي بعد كده يقول لي ولا توصل ولا حاجة، هو عايز بس المسافات. يعني أنا لو عايز أجيب المسافة ما بين مثلا A و B، ال A أهي وال B أهي، أدي مربع 2 3، المسافة ما بينهم 3 وحدات. لكن أنا عايز أشتغل بالقيمة المطلقة زي ما كنت بشتغل في الحصة اللي فاتت. بيقول A وال A أهي، يعني ممكن أجيب دول من غير ما أرسم أصلا، أو ممكن في الامتحان يجيب لك نقطتين A و B ويقول لك هات المسافة ما بينهم من غير رسم خالص. طب نعملها إزاي دي بقى؟ احنا طلعناها 3 كده من على الرسم، انا عايز اطلعها 3 من غير ما استخدم الرسم خالص. طب يا مستر، ما احنا الحصه اللي فاتت كنت بتدينا عددين وبنطرحهم من بعض او نجمعهم حسب الاشاره، لكن النهارده ازاي هطرح ده ناقص ده انا عادي هنا رقمين وهنا رقمين، هطرح مين ولا مين؟ قال لا، ما هو دايما هيديك رقمين متشابهين عشان تطيرهم مع بعض. يعني هتلاقي 3 هنا في الاخر مع 3 هنا في الاخر يروحوا، يفضل لك -2 ويفضل لك 1. طب ما -2 و1 دول اشاره متفقه ولا مختلفه؟ لا مختلفه يا مستر. والإشارة لما تبقى مختلفة أخدناها الحصة اللي فاتت، بنجمعهم، نجيب القيمة المطلقة ل-2 تطلع 2، والقيمة المطلقة هنا ل1 تبقى 1، يبقى 2 و1 3، واحنا فعلا طلعناها 3. المسافة ما بين سي وبي، سيبك من الرسم خالص، ادي السي وادي البي. المرة دي بقى مش هتشطب التلاتة، يعني هكتبها تاني عشان ما نتلخبطش اهو، يبقى -2 و3 وادي بي. هتلاقي هنا مشترك -2 وهنا -2، يفضل لك هنا -3 و3. لما تبقى الاشاره مختلفه نجمعهم، يبقى 3 و3 6. طب ما تيجي نتاكد كده، السي والبي، السي اهي والبي اهي، هتعد 1 2 3 4 5 6، فعلا طلعوا 6 وحدات من على الرسم. لكن انا عايز اشتغل من غير الرسم. النقطه سي ودي، ما هي السي -2 و3، وهنا الدي 1 و3، لازم يكون في عددين مشتركين عشان اشطبهم مع بعض، -3 و3. هيفضل لي هنا -2 وهنا 1، اشارتهم مختلفه، يبقى نجمعهم -2 هتطلع القيمه المطلقه بتاعتها ب2، وهنا 1 يبقى 2 و1 3. تعال نتاكد من على الرسم، ادي الدي والسي المسافه بينهم قد مربع 2 3، فعلا 3. المسافه ما بين A ودي، ال A والدي تعال نجيبها من على الرسم الاول المره دي، 1 2 3 4 5 6، يبقى دي 6. طب تعال نتاكد، ال A اكتبها تاني 1 و3، والدي 1 وسالب 3. ما انا قلت لك لازم يكون في عددين متشابهين عشان اطيرهم، عشان يفضل لي رقمين اهم، واطبق المبدأ اللي كنت شغال بيه المره اللي فاتت. ده اشارتهم مختلفه، ده موجب وده سالب، ما الاشاره لما تبقى مختلفه بنجمعهم. يبقى اجيب القيمه المطلقه ل3 ب3، والقيمه المطلقه -3 ب3، اجمع 3 و3 يبقوا 6، فعلا انا طلعتها 6. يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. سؤال اخير بيقول اذا تحركنا على المستوى الاحداثي من النقطه ايه، مشينا مرورا بالنقطة بي، يعني عايزة تيجي كده، وبعدين سي لحد هنا، وبعدين دي، ايوه، حتى نعود الى ايه، نطلع لحد فوق تاني. طب نعمل ايه بقى؟ قال لي هتجمع كل ده، ما احنا قلنا ده ب3 وده ب3، ده ب6 وده ب6، يبقى 6 و6 12 و3 15 و3 18، كأنك بتجيب محيط المستطيل بالظبط. يبقى هنا احنا جمعناهم طلعوا 18 وحدة. بعد كده ونشوفكم على خير الحصة الجاية بدرس جديد. شدوا حيلكم، الامتحانات على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.